النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض حلاوه المولد النبوي كده، هنعمله حلو قوي وبامكانيات تكون بسيطه ان شاء الله، في متناول الجميع. من كوبايه لربع سكر، ربع كيلو من اي نوع مكسرات عندك هتكوني عاملاها في منتهى الجمال. السمسم، وهقولك برضو على الاسعار، يعني هتيجي تحسبيها كده هتلاقي التكلفه بتاعتها بسيطه جدا، هتلاقيها في متناول الجميع. ممكن اي نوع تبتدي ان انت تعمليه من ربع كيلو بس، هيطلع معاكي كميه في منتهى الجمال وحلوه قوي. خليكي معايا كده وان شاء الله هنقول برضو على اسعار في الوقت الحالي اللي احنا فيه، وهنشوف هي هتوفر معانا في قلب البيت وهتوفر كتير جدا، مش هتكلفك ربع التكلفة اللي انت هتشتري منها. الحلاوة دي حلاوة المولد النبوي هتكون يعني بره غالية قوي قوي. ان شاء الله هنعملها النهاردة بتكلفة تكون بسيطة وهتبقى زي الجاهزة بالظبط، في الطعم وفي الريحة وفي كل حاجة فيها. خليك معايا كده ونسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم، وهنبتدي على طول في الخطوات بتاعتنا. بس حبيت ان انا اشارك معاكم اللي عملته النهارده. هنعمل 3 انواع مع بعض، الفوليه والحمصيه والسمسميه، 3 انواع المشهورين جدا في حلاوه المولد، حلاوه المولد النبوي. وكمان التغليف بتاعهم هيبقى سهل جدا وبسيط، وان شاء الله هيبقى في متناول الجميع. صدقيني هتجربيها بنفس الطريقه هتعجبك قوي. بس هشارك معاكم كده بعد الحاجات اللي احنا عملناها واللي لسه هنعملها ان شاء الله مع بعض. عملت معاكم القشطيه بطريقه بسيطه جدا وسهله، من كوبايتين سكر طلعنا الكميه اللي انتم شايفينها دي، حلوه قوي وجميله. وعلى فكره اللي انا عملتها اتاكلت وعملت غيرها تاني علشان ان انا اصورها معاكم، لان مقاديرها بسيطه جدا وسهله في متناول الجميع. ان شاء الله هشارك معاكم بعد الفيديو ده الملبن الاحمر، مشهور جدا واولادنا بتحبه قوي، وبتبقى تيجي في العلبه كده حاجه بسيطه جدا منه، هتطلعي منه كميه حلوه قوي برضو من كوبايه ونص سكر. تمام. النهارده ان شاء الله هنبتدي كده في الوصفه بتاعتنا على طول، نسمي الله كده وندخل على الوصفه بتاعتنا. اول حاجه تكوني مجهزه الصينيه اللي انت هتصب فيها على طول، تكون مدهونه دهنه زيت حلوه ومتغلفه بكيس. معايا اول حاجه كده ربع كيلو سمسم، السمسم جايباه من مكان موثوق منه، حلو قوي تمام التمام، ويكون احمر مش ابيض. تمام. كل حاجه كده هعملها معاكم على السريع تكون متسخنه حلو. ربع كوبايه ميه وكوبايه الا ربع من السكر. تمام. رشه كده على طرف المعلقه ملح ليمون زي ما انتم شايفين، مش موجود اعصري عصره ليمونه صغيره، يعني عصره نص ليمونه، مش ما تحطوش كل الليمونه. معايا عسل كلوكوز، ولو مش موجود ممكن تستغنى عنه، بس كده كده احنا شاريين البرطمان علشان نعمل حلاوه المولد النبوي، فهنحط منه معلقه كبيره. ماشي على الخطوات ديت، صدقيني هتطلع منك اجمل حلاوه مولد، يعني هتعمليها كده مش هتندمي عليها نهائي. اول ما توصلي للون الذهبي ده وطي النار، هدي النار خالص، تبقى شمعة معاكي. النار في الاول كانت وسط، هدي النار اول ما توصلي للون ده، لان سنه واحده بس الشربات هيغمق منك وهتبقى مرره وهتخسري كل المقادير بتاعتك. هنا طبعا انا يا دوبك نزلت نقطه بشوفها على طول معاكم، فهي لسه سنه صغيره، سنه صغيره وخلاص، وهتبقى في منتهى الجمال. اي روايح انت بتحبيها، بس طبعا احنا عارفين ان حلاوه المولد النبوي مشهوره جدا بريحه الورد، بس لو ما بتحبهاش حطي عادي فانيليا مفيش مشكله. هنا نزلت بربع معلقه من الكربونات، يعني مش ربع معلقه كمان، ده على طرف المعلقه الصغيره كده، حاجه بسيطه. شوفي بقت عامله زي الكراميل بالظبط اهو، بتتكسر بسهوله جدا. في التوقيت ده خلاص هتطفي النار كده وهتدي تقليبه حلوه قوي لاي نوع مكسرات. الخطوه دي هنعملها في الثلاث وصفات اللي احنا هنعملها، فحبيت ان انا اشاركها معاكم كده في الاول علشان تعرفي احنا بنعمل ايه، عشان بقيه الوصفات التانية هتبقى سريعه شويه عشان ما اطولش عليكي. اي معلقه كيس هتفردي بيه مدهون زيت من الاول كده، كنا مجهزين حاجتنا على طول. يعني الكيس اللي انا حطيته ده بفرد بيه دهناه مسحه زيت، المعلقه اللي نزلت بها ديت برضو ممسوحه مسحه زيت، علشان بس الحاجه ما تلزقش معاكي ونهدر في الوصفه بتاعتنا كتير. طب نقول بقى الاسعار. سعر السمسم ربع كيلو السمسم ب40 جنيه زي ما انا وريتهولك كده على الكيس. تمام. يبقى الوصفه كلفتنا ايه؟ ربع كيلو سمسم ب40 جنيه وكوبايه الا ربع من السكر. فعامة يعني انا مش هاخد كيلو سكر في الوصفة بتاعتي، انا هاخد في حدود يعني ممكن نقول ازيد من نص كيلو، حاجة بسيطة، يعني هي كمان مش مكملة كيلو الا ربع. تمام. فهنشوف بقى كده الاسعار بتاعت الحاجات اللي احنا اشتريناها من بره. كوبايه الا ربع سكر ممكن تاخديها من البيت. تمام. وبقيه الحاجات التانية كده كده موجوده في المطبخ، يعني مثلا زي الكربوناتو خدت منه حاجه بسيطه جدا على طرف المعلقه. ملح الليمون بيبقى موجود في المطبخ، او لو مش موجود زي ما قلنا عصره نص ليمونه كده صغيره.
وكده خلصنا اول حاجة معانا وهي السمسمية، ودي بصراحة من اجمل الحاجات اللي بتبقى موجودة في قلب العلبة اللي كلنا بنخطف فيها كده وبنجري عليها. كميتها حلوة جميلة جدا، وشوفي التكسير بتاعها اظن كده بيدل عن ان هي في منتهى الجمال. طبعا انا كل ده وانا واقفة في المطبخ على طول كده، يعني بين الحاجة والحاجة ما بتكمليش 5 دقايق. حبيت اشاركهم معاكم على طول لان هي مقاديرها مقادير الانواع ال3 انواع واحده، بس الاختلاف البسيط ان هي بس الكوبايه الا ربع سكر هتقل معاكي معلقه، انتي هتقللي منها معلقه. انا عملتها بنفس المقادير بصراحه لان ولادي بيحبوها مسكره قوي، فانا عملتها بنفس المقادير بالظبط، الكوبايه الا ربع من السكر في ال3 انواع. بس انتي ممكن تقللي معلقه من الفوليه ومن الحمصيه. ليه؟ لان دي حبوبها بتبقى كبيره، حبوب الفول كبيره والحمص بيبقى برضو كبير، فما بياخدش معاكي شربات كتير. الفوق السمسم بيبقى كتير هش كده وكتير، فهياخد معاكي كميه الشربات اللي هي كوبايه الا ربع في منتهى الجمال. وغلفتها بالاكياس الصغيره دي، بتشتريها من محل الاكياس، وكمان ده يعني ب10 جنيه بيبقى كتير جدا. فبتبقى التغليفه بصراحه شكلها حلو وشيك كده، وبتبقى تحفظيها في قلب علبه مش متاحه عندك، ممكن تلفيها باكياس استرتش راب، او ممكن تحطيها في قلب علبه محكمه الغلقه، تبقى في منتهى الجمال. كميتها حلوه مرضيه جدا، ده غير اللي انا وريته لكم كده في الاخر متاخد برضو منها. طبعا اولادك بيبقوا واقفين جنب منك مثلا، واول ما بيشموا الريحه كده عايزين ان هم يدوقوا منها، بألف هنا عليهم. كده برضو الفول بنفس الخطوات بالظبط بالظبط. برضو سخنت الفول، اهم حاجه يبقى معاكي سخن وانت بتحطيه على الشربات، كل حاجه تبقى معاكي سخنه، حتى لو كل حاجه متحمصه معاكي، هي كل حاجه طالعه من الاكياس بتاعتها حلوه متحمصه في منتهى الجمال. سعر الفول دلوقتي الربع كيلو ب25 جنيه، انا جايباه من المقلة ب25 جنيه. اجمل مكان تجيبي منه المقلة، لانه اللي عند العطار بيبقى ابيض، بيبقى فول ابيض مش متحمص، انما في المقلة فول متحمص وفي منتهى الجمال، وبتبقى حلو قوي. اول ما بتجيبيه بتمسكيه كده تقشريه من القشره الحمراء اللي عليه وتفصصيه كده، لانه بيبقى ايه، تعمليه نصين بالشكل اللي انت شايفاه ده. الربع كيلو ب25 جنيه، في اماكن بتبيعه ب30 وفي اماكن بتبيعه ب25، انا شاريه ب25 جنيه في منتهى الجمال زي ما انتم شايفين، طلع لي برده كميه في منتهى الجمال. لو جيتي في الاخر تحسبي التكلفه بتاعتك هتلاقي عملت كميه حلوه كبيره قوي وباقل التكلفه، ما كملتيش ربع التكلفه. كلنا عارفين ان حلاوه المولد النبوي غاليه قوي السنه دي، علشان الخامات كلها غلت وعلشان كمان السكر غلى، فمغليين الحاجه السنه دي جامد قوي. فلو ما اشتريتهاش، انا ما اشتريتهاش، انا عملتها في البيت زي ما انتم شايفين، طلعت منها كميه في منتهى الجمال. وزي ما قلت لك كمان، يعني انا ما بسيبش الحاجه ان هي تنشف قوي يعني على طول علشان التصوير، لان لو ما لحقتش اعملها كده فهاجي ادور عليها مش هلاقيها، فبلحق نفسي بسرعه وبصور. المقادير مظبوطه جدا، النتيجه في منتهى الجمال زي ما انتم شايفين. وزي ما قلت لك، لو حابه تستغنى عن معلقه العسل الجلوكوز مش موجوده، بس كده كده لو هتعملي حلويات المولد النبوي هتشتري برطمان، البرطمان ب25 جنيه هيكفي معاكي كل الانواع اللي انت هتعمليها، وهيفيض كمان منه. وكده برضو بنفس الخطوات بالظبط عملنا برضو الحمصية بنفس الشكل وطبعا احنا عارفين ان العلب ما بيجيش فيها الا 1 أو 2 من الحمصية دي بصراحة، برضو هتعمليها في منتهى الجمال. هنا سمك بقى، السمك بتاع اي نوع مكسرات بتعمليه او اي نوع اقراص بتعمليها، ده بيرجع لك انتي، حباها تكون مليانة، حباها تكون قليلة شوية، تكون رفيعة كده عشان الاولاد مثلا ما فيش مشكلة. ليه انا بحاول ان انا اشارك معاكم الوصفه، في حاجات بقى بترجع لكل واحد على حسب ذوقه، تمام، او على حسب ما بيحب. انا بحبها تبقى مثلا يعني بين البنين، مش رقيقه قوي ومش تخينه قوي، بتبقى زي ما انتم شايفينها كده شكلها حلو وشيك. والتقطيع هنا بتحاولي تقطعي زي ما انت حابه بقى، انا بحب ان انا اقطعها تكون حاجات صغيره كده بالشكل اللي انتم شايفينه ده، علشان تبقى سهله على الاولاد وهم بياكلوها. الكمية في منتهى الجمال، وشكلها بصراحة في منتهى الجمال، طعمها في منتهى الجمال، ريحتها كمان في منتهى الجمال، وبتطلع معاكي كمية جميلة جدا وحلوة قوي. غلفت الكمية بتاعتي كلها زي ما انتم شايفين، معنا ديت الفولية والحمصية والسمسمية، عملتهم بالشكل اللي انتم شايفينه ده، في جميلة جدا وحلوة، ويعني تعتبر اقتصادية وموفرة. تعالوا بقى نقول، احنا قلنا على اسعار السمسم والفول. سعر الكيس بتاع الحمص بتشتريه من المقلة، يعني الكمية اللي انا عاملاها دي اقل بتهيألي من ربع كيلو، حاجة بسيطة جدا.
والكيس ب15 جنيه. الكيس ب15 جنيه. احسبي بقى التكلفة بتاعتك اللي انا قلتها لك كده، هتلاقيها وفرت معاكي كتير قوي وسهلة، وهتعمليها في البيت حاجة كويسة، حاجة نظيفة، وانت اللي عاملاها بايدك. القشطة طبعا في منتهى الجمال. عملتها معاكم وشاركتها معاكم بكوبايتين سكر بس. لسه الملبن الاحمر ما شاركتوش معاكم، ان شاء الله هنزله الفيديو الجاي. وبكوبايه ونص سكر بس هتعملي منه كميه كبيره قوي. طبعا انا عبال ما جيت اصور كان متاكل منه الحمد لله. وبالف هنا وشفا. يا رب الفيديو يعجبكم وينول اعجابكم، وسنه سعيده عليكم يا رب. كل سنه وانتم طيبين وبخير وسعاده، واشوفكم في رعايه الله وفي حفظه في امانه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.